السلام عليكم. فيديو اليوم رح نعرض فيه أعظم فريق مكون من 22 لاعب بتاريخ الميرينج ريال مدريد. خلوكم معنا واحنا عم نكشف النقاط عن هالتشكيلة المرصعة بالنجوم، ونحكي عن انجازاتهم ونتعمق بالخيارات الاستراتيجية اللي بتجعل من هالفريق فريق لا يهزم ابدا، من لاعبين اسطوريين لمدرب عالمي عالي المستوى. اليوم رح نحكي عن جوهر ريال مدريد وإرثهم الممتد من سنوات طويلة واللي لا يمكن إيقافه. ركزوا معي وما تفوتوا هالملحمة التاريخية اللي عم بتمر عبر الزمن لنحط هيك تشكيلة أسطورية. بس اليوم ما حاعمل تشكيلة أساسية وتشكيلة احتياطية، راح اختار 22 لاعب وانتوا بدوركم خلال التعليقات راح تحكوا مين اللي بالتشكيلة الأساسية ومين اللي بالتشكيلة الاحتياطية. جاهزين؟ هذا دوركم، وخلوني أشوف مين منكم يلي راح يحط تشكيلة خرافية لا يمكن إيقافها. جاهزين؟ خلونا مع بعض نروح. اوكي. وين رايحين؟ قبل ما نروح الكل زي ما حكينا يعمل لايك للفيديو ويشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ليوصلوا كل جديد، ويروح على حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويعمل لنا متابعة ويشوف الاشياء اللي عم بننزل عليها. بداية بمركز حراسة المرمى راح نروح مع حارسين. الاول هو إيكار كاسياس الاسباني، القائد الاسطوري لريال مدريد، حارس المرمى الايقوني، حاز على الكثير من الالقاب مع النادي الملكي، معروف بخفة حركته وردود افعاله السريعة وقدرته على القيادة. اما الحارس الثاني فبالطبع هو الحارس الحالي لريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس من الطراز العالمي الرفيع، قدوة في حراسة المرمى، أيقونة حراسة لا يقل شأنا عن كاسياس، صاحب مرونة وردة فعل وتمركز قل نظيرها بالوقت الحالي بعالم الحراسة، وهالشي كل المتابعين عم يشهدوا لتيبو كورتوا. اما بمركز الظهير الايمن فحيكون معنا ميغيل بورلان نيغويرا او المعروف بتشيندو، كان جزء رئيسي بنجاحات ريال مدريد بفترته، حقق فيها الظهير الايمن 7 القاب دوري اسباني ودوري الابطال مرة وكأس الاتحاد مرتين والعديد من الالقاب. اما الظهير الايمن الثاني فحيكون معانا ميشيل سالغادو، واحد من ابرز الاظهرة يلي اجوا بتاريخ ريال مدريد، حصل على العديد من الالقاب مع النادي، كان مدافع قوي ومهاري وعنده روح عالي. مركز الظهير الايسر اللاعب الاول راح يكون البرازيلي روبرتو كارلوس، يصنف واحد من اعظم وابرز الاظهرة اليسرى بتاريخ اللعبة، صاحب القدم اليسرى الخارقة والحارقة والمتفجرة، مدافع ديناميكي وصاحب سرعة خارقة. اما الظهير الثاني فحيكون كمان البرازيلي مارسيلو، لاعب رؤيته ممتعة للعين البصرية، صاحب الروح المرحة والفكاهة، لاعب بيتمتع بمراوغات أسطورية وذوق استثنائي، قادر على شن هجمات مميتة من الجناح، واحد من أبرز اللاعبين بتاريخ ريال مدريد. أما بمركز قلب الدفاع فرح يكون معانا 4 لاعبين. بالبداية رح نحكي عن فرناندو هيرو، القائد السابق والأسطوري لريال مدريد، صاحب الحضور القوي المشهور بقوته وروح القيادة وألعابه الهوائية الأكثر من رائعة، صلب دفاعيا وبارع بالتمركز. أما المدافع الثاني فرح يكون الأسطورة سيرجيو راموس، أسطورة العصر الحديث بالدفاع، بيجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة على تسجيل الأهداف، قائد بكل معنى الكلمة، جرينتا قل نظيره بعالم كرة القدم، صاحب التصميم الذي لا يتزعزع. اللاعب الثالث راح يكون معانا بوشكاش، لاعب مدافع متعدد الاستخدامات، مرة بتلاقيه بيلعب مدافع ومرة بتلاقيه بيلعب بخط الوسط، وين ما احتجته بتلاقيه، معروف بمهارته الفنية وتعدد استخداماته. اما قلب الدفاع الرابع فحيكون معنا كاماتشو، المدافع العنيد والموثوق، بيوفر ثبات دفاعي بالمواضع المختلفة عبر الخط الدفاعي الخلفي، وفاز مع الفريق بالعديد من الألقاب المحلية والخارجية. وهلا رح ننتقل لخط الوسط. بالبداية رح نكون مع لاعب الارتكاز الأسطوري كلود
ماكاليلي مثال يقتدى فيه عند كل لعيبة خط الوسط، لاعب بيمتلك الصلابة والقوة والأناقة، بيقدم مهارات دفاعية لا تشوبها شائبة، صاحب وعي تكتيكي قل نظيره بالوقت الحالي. أما اللاعب الثاني فأكيد رح يكون الأسطورة الفرنسية جزائر الأصل زين الدين زيدان، مايسترو خط الوسط، واحد من أفضل اللاعبين عبر كل العصور، بينعم بالرؤية والتقنية والقدرة على إملاء مهارات اللعب، أسطورة بكل المقاييس، فاز بعدة ألقاب مع الملكي سواء كان لاعب أو مدرب. أما اللاعب الثالث فراح يكون معانا جوتي قائد سابق لنادي ريال مدريد، لاعب مشهور وعنده قدرة ورؤية بصناعة اللعب، لاعب بضيف الإبداع والذوق للفريق. أما لاعب الوسط الرابع فحيكون معانا الدبابة البشرية كاسيميرو، البرازيلي، دبابة بشرية وكاسحة ألغام بكل معنى الكلمة، اللاعب الذي لا يكل ولا يمل، صاحب الروح العالية والقدرات الرائعة، لاعب بيمتلك الروح والقيادة. أما اللاعب الخامس فراح يكون معانا اللوكيتا لوكا مودريتش، الأمير أو يوهاني كرويف العصر الحديث، الموسيقار صاحب أجمل المعزوفات الكروية بتاريخ كرة القدم، الكرة بين أقدامه عبارة عن لوحة فنية، لاعب متعدد المواقع وصاحب طريقة لعب رائعة، بيوفر قدرات إبداعية وتوازن بخط الوسط. اللاعب السادس والأخير رح يكون معنا المايسترو الألماني توني كروس، اللاعب الأنيق والهادئ، لاعب متميز بالتمرير والتحكم بالكرة وبوفر الاستقرار والتوازن بوسط الملعب. أما مركز الجناح الأيمن فحنروح بالبداية مع الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، آلي لتسجيل الأهداف، لاعب بيجمع بين السرعة المذهلة والفائقة والأداء الرياضي المذهل والدقة والقتالية، صاحب الإنجازات ومحطم الأرقام القياسية يلي ما بيقبل إلا يكون بالقمة دائما، واحد من أفضل اللاعبين بتاريخ الجلد المدور عبر كل العصور. أما الجناح الثاني فحيكون معنا إيميليو بوتراغينو، القائد السابق لنادي ريال مدريد، لاعب هجومي متعدد المراكز، صاحب خبرة وإضافة قوية رح يكون بخط الهجوم. أما بمركز الجناح الأيسر فبالبداية رح نكون مع الدون ألفريدو دي ستيفانو، لاعب متعدد الاستخدامات، معروف بقدرته على صناعة الألعاب وببراعته بتسجيل الأهداف ورؤيته يلي لا تشوبها أي شائبة. أما الجناح الأيسر الثاني فحيكون معانا هوغو سانشيز، الهداف القاتل، لاعب بيتمتع بقدرات تهديفية رائعة وحركات بهلوانية وبيشتهر بركلاته وكراته الهوائية الرائعة. أما مركز قلب الهجوم فانحصرت المنافسة بين راؤول غونزاليس القائد السابق لريال مدريد والهداف وثاني هدافين نادي الملكي عبر التاريخ، واحد من أبرز المهاجمين تاريخيا، قائد بكل معنى الكلمة، بيمتلك الروح والحس التهديفي، لاعب استثنائي بكل المقاييس. أما المهاجم الثاني فراح يكون معانا الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو داليما، من أفضل اللاعبين عبر كل العصور، صاحب حس تهديفي متميز جدا، صاحب إحساس حقيقي بتسجيل الأهداف، بيجمع بين السرعة والتسجيل والمراوغة والفنيات المهارية العالية والإنهاء بحركات استثنائية ما حدا بيقدر يعملها زي ما هو بيعملها. طبعا رونالدو كان معانا كمان بالفيديو السابق لما حكينا عن تشكيلة أساطير نادي برشلونة، وقلت لكم وقتها وين محل وارتحل بيترك بصمة وبيكون فارض حاله وين ما راح. روحوا احضروا الفيديو وشوفوه إذا بعدكم ما شفتوه. أما مدرب هالفريق الأسطوري فحيكون معانا الإسباني فيسنتي ديل بوسك، واحد من أنجح المدربين بتاريخ ريال مدريد، قاد الفريق للعديد من الألقاب المحلية والخارجية، وكل هالشي بسبب ذكائه التكتيكي وسلوكه الهادئ وخططه وقدرته على إلهام اللاعبين. لهيك
ديل بوسكي استحق بجدارة انه يكون مدرب هالتشكيل الاسطوري. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو يلي حاولت اعطيكم فيه اكثر 22 لاعب استثنائي بتاريخ ريال مدريد. بالطبع في كمان لاعبين استثنائيين اخرين بس ما قدرنا نحطهم بالفيديو، وانتم بدوركم زي ما حكينا ما تنسوا تعملوا التشكيل الاساسية والتشكيل الاحتياطي من هال 22 لاعب، وما تنسوا تفجروا زر اللايك ليوصل لاكبر عدد من المتابعين، وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس كرمال يوصلكم كل شي جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.